بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد عدد نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم، ولك الحمد عدد خلقك ما علمنا منه وما لم نعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جدد حياتك بالصلاة على النبي، فهي الرواء لكل مشتاق صدي، وهي النعيم لمن أراد سعادة، وهي الأمان، هي النعيم السرمدي، وهي المحبة في القلوب ضياؤها، وهي الشموس ونورها لم ينفد، وهي الجمال إذا الوجوه توضأت من نور أحمد واستوت في المسجد، وهي الجمال إذا الوجوه توضأت من نور أحمد واستوت في المسجد. يا سيدي يا منيتي يا شافعي، يا سيدي ولأنت وحدك سيدي، الشوق يا مختار فوق تحملي، ابسط يمينك بالهداية أهتدي. إن الصلاة عليك عطر قلوبنا، فتطيبوا من نوره في الموعد. صلوا عليه لا تملوا ذكره، وتمثلوا عطر الحبيب محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم، الذي بلغ عن ربه الكريم بأن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب، وسلم كثيرا. موعدنا اليوم مع سورة الأعراف، الجزء 8 مع الآية 55. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. هذه الآية الكريمة تشعر فيها فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده، تشعر فيها بلطف الله تبارك وتعالى بعباده، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله تبارك وتعالى يعلم بأن العبد ستأتي عليه ساعات أو تأتيه أحوال يشعر بأنه في ضيق أو في هم أو في غم أو في ضنك، فماذا يفعل؟ فالله تبارك وتعالى يوجهنا بأن نلتجئ إلى الله، وبأن ندعو الله، وبأن نسأل الله تبارك وتعالى، لأنهم كما يقولون: من كان له أب فلا يحمل هم، فكيف بمن له رب، وهو خالق السماوات والأرض، وهو مدبر الأمور كلها. فعليك بأن تتوجه إلى الله تبارك وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى بين لنا ووضح لنا هنا: عليك أن تراعي أمورا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ووقفت هنا عند قول الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم. لماذا لم يقل ادعوا الله أو ادعوا الجبار؟ ادعوا ربكم لأن الرب مأخوذ من الربوبية، كأن الله يطمئنك ويقول لك: لا تخف ولا تحزن، فأنت تدعو ربا كريما رحيما حنانا ودودا لطيفا، فاهدأ. لكن عليك بأن تراعي أمورا حينما تريد أن تدعو الله تبارك وتعالى. فلا تدعو الله في المقام الأول من باب أن يستجيب الله لدعائك، ولكن عليك أن تظهر التذلل والتضرع والخضوع والمسكنة لله تبارك وتعالى، لأنه قد يكون مر عليك وقت شعرت فيه بقوتك أو بمنصبك أو بجاهك أو بجبروتك،
فأراد الله تبارك وتعالى أن يرجعك إلى هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ما عليك إلا أن تظهر المسكنة والتذلل والخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى، ثم تسأل حاجتك، لكن أنت لا تعلم ما ينفعك وما يضرك، فالله تبارك وتعالى هو الذي يعلم ما ينفعك وما يضرك. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، لأن الله تبارك وتعالى عالم وعليم بعباده. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. إذن عليك أن تدعو الله تبارك وتعالى في تذلل وفي مسكنة وفي سرية، إلا إذا كان المقام يستدعي ذلك كما ندعو في صلاة التراويح أو في صلاة الوتر. لكن هناك مسألة: الإنسان عليه ألا يعتدي في الدعاء، لأن الآية خطيرة بعد ذلك: إنه لا يحب المعتدين. إذن أنت لو خالفت هذا المنهج تكون معتديا في الدعاء، كما يفعل البعض حينما يؤم الناس ويدعو بالناس ويسأل الله تبارك وتعالى، فإنه يتوسع ويفصل في الدعاء حتى إن الناس لا يملون من ذلك. لكن هذا يريد أن يكون له دعاء باسم الشيخ فلان، ودعاء مسجل باسم الشيخ فلان، ودعاء بكذا، ودخل البعض في تجارة مع الدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك حينما دخل على السيدة عائشة رضي الله عنها وطلب منها شيئا فأبطأت، فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، عليك بجمل الدعاء وجوامعه. أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلمها كيف يكون الدعاء وكيف يسأل الإنسان ربه. قال: يا عائشة، قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا يا رب العالمين. أو: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هناك أمور لا تحتاج إلى تفصيل. وهون على الناس ولا تطل في الدعاء على الناس، من أم بالناس فليخفف. وأذكر كنت أصلي في المسجد النبوي، وكان يصلي بجواري رجل كبير، فسمعته في دعائه وهو يقول: اللهم اغفر لأمة محمد واقض حوائج أمة محمد. شوف هذا الرجل مع فطرته ولم يكن متعلما أو غير ذلك، لكنه يعلم الناس: اللهم اغفر لأمة محمد واقض حوائج أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا تؤذي الناس وأنت تدعو، لا تطيل على الناس. أو الإنسان يريد أن يدعو هذا الدعاء بينه وبين ربه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي في سرية. الله تبارك وتعالى يريد منك أن تعلم بأن الله يعلم ما في قلبك. ولذلك ورد عن سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه بأنه كان يقول: كان يجلس معنا أناس يختمون القرآن ولم نشعر بتحريك شفاههم، وكان يجلس معنا أناس يستنبطون أحكاما من القرآن ولم ينشغلوا عنا، فالموضوع موضوع قلبي. فعليك بأن تتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلبك، وعليك أن تسأل ربك ما شئت وأن تتوجه إلى ربك ما شئت. الله لم يحدد لك مكانا ولم يحدد لك زمانا ولم يحدد لك ميعادا. أنت الذي تختار الوقت، وأنت الذي تختار الزمان، وأنت الذي تختار الكلام، وأنت الذي تختار البداية، وأنت الذي تختار النهاية. هل ترجو ربا أو هل تريد ربا أكرم وأفضل من ذلك؟ إذا غلقت الأبواب كلها في وجهك فاعلم بأن باب الله لا يغلق أبدا. إذا ما غلقت أبواب العباد في وجهك فاعلم بأن باب الله لا يغلق أبدا. سل ربك واحك مع ربك. وأنا أقول هنا:
الذين يذهبون لزيارة العمرة، في الطواف، في السعي، في الحج، لماذا تتقيد بكتاب تقرأ منه؟ لماذا تتقيد بإنسان تردد خلفه هذا الدعاء؟ أين الروحانيات؟ سل ربك بما شئت، ودع قلبك يناجي ربك بفطرتك، بذوقك، بسليقتك، بطبيعتك. لا تتقيد بكتاب، لا تتقيد بشخص يدعو وأنت تردد خلفه. هذه الأماكن أماكن روحانيات ونفحات وتجليات، فسل ربك بما شئت، واترك الإجابة لله تبارك وتعالى، لأنه يعلم ما ينفعنا وما يضرنا. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. وصل اللهم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.